طلبنا منكم تختاروا الموضوع اللي هنتكلم فيه في الفيديو ده، ومن غير اي رغي يلا بينا نبدأ بالاسئلة. اوعى يخيل اليكم ابدا ان الموضوع جه من اول مرة، ولا كان سهل ولا جه بسرعة. وحبيت اتكلم تحديدا في الموضوع ده في الاول علشان اشيل كم الاحباط اللي انتوا حاسين بيه دلوقتي. جماعة انتوا عارفين انا كآية شغالة على اليوتيوب بقالي كام سنة، او شغالة في صناعة المحتوى بقالي كام سنة. انا بدأت في 2020 ولا مرة نجحت، ولا نوع من انواع المحتوى اصلا كان بيظبط معايا، على الرغم ان انا فعلا حاولت فيه محاولة جبارة بمعنى الكلمة. قدمت انواع كتيرة من المحتوى وكلها فشلت. انا كان فعلا عندي شغف فظيع تجاه الموضوع، وانا من الناس اللي فعلا يعني ما بترتاحش غير لما بتجيب الحاجة، بس ولا مرة كانت بتنجح. انتوا متخيلين يعني ايه تقعدي تشتغلي سنة كاملة على قناة يوتيوب وما تجيبش اساسا يعني اي حاجة، وما تعملش اي حاجة، وتفشل فشل ذريع؟ وغير اصلا كم التريقه اللي بيكون عليكي، وكم السف، وكم الاحباط، وكم اللي هو ما تركزي في حاجه حقيقيه، ركزي في حاجه ملموسه. ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ بجد يعني الموضوع كان محبط جدا. ومع ذلك كنت بتعلم، ومليون الف خط تحت بتعلم، لان الموضوع يا جماعه فعلا طلع مش مجرد ان انت بتصوري فيديو وبتمنتجيه وبتنزليه، لا، في عالم كده جوه اسمه SEO. والحاجه فعلا دي اكتشفت ان انا عندي شغف تجاهها، ان انا اشتغل في SEO، او ان انا اتعلم يعني ايه SEO. طبعا ده ليلة كبيرة قوي وقصة طويلة قوي ويطول الكلام فيها، يعني ده محتوى لوحده. كم من وقت للتاني بيجي لي احباط وتعب وكسل، لان انا انسانة برضو زيكم عادي، بعيط كتير وبحس بالفشل كتير. بس يعني ممكن اللي كان بيميزني ان انا فعلا عمري ما بطلت، لحد ما وصلنا لمحتوى فيرا، او وصلنا لقناة فيرا. ودي قصة تانية خالص هنطلع نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله اول ما نتم 100,000 مشترك. نيجي للسؤال الاصعب والاهم بالنسبة لكم، وانا عارفة ان انا مقصرة في الحديث فيه، بس يعني ناخد تصبيرة لحد ما نتكلم عنه باستفاضة. قبل ما اقول اي حاجة، هي فعلا قد تبدو بديهية وهتحسوا انه ايه مستخسرة فيكم المعلومة، بس يا جماعة هي توفيق. يعني اوعي تتخيلي ان في خطوة ممكن تاخديها او ان انت تنجحي في حاجة من غير توفيق ربنا عز وجل. وده موضوع اصلا بصوا بديهي، فانا مش هتكلم فيه. النقطة التانية، انا هقول لكم كتير اتعلمي، لان انا مش عايزاكي تتفاجئي ان صناعة الكونتنت او المحتوى بتاع التسويق الالكتروني ده عالم وتخصص بيتم تدريسه وبتذاكري فيه كتب قد كده. دي نقطة برضو مش هتكلم فيها عشان يطول الكلام فيها. هل انتي تتخيلي ان ممكن حد يعرفك او يكتشف كده فجأة ان انتي عندك مشروع او عندك براند، وانتي اساسا مش بتنزلي كونتنت ومش بتنزلي محتوى؟ طب بالله عليكي هيعرفوا ازاي؟ يعني انتوا مش هقول كلكم، بس 90% منكم يلا بقى نعمل مشروع ومش بنبيع، واحنا اصلا مش بننزل كونتنت. ولما بلاقي تعليق منكم، انا على فكرة بخش اعمل تحليل لمعظم القنوات ومعظم التعليقات اللي بتتكتب سواء على فيسبوك او انستجرام او يوتيوب، بخش اشوف اللي هو احنا بنعمل محتوى وبننزل ومحدش بيشتري مننا. اخش اشوف الاقيها منزلة فيديو 2 3 بالكتير قوي، اللي هو فين الكونتنت؟ يعني انا كعميل هخش اشتري منك بناء على ايه؟ يعني فين الثقة اللي انا هبنيها ما بيني وما بين نفسي بالثلاث فيديوهات اللي انت منزلاهم، ولا بالصورتين اللي انت منزلاهم؟ اكيد ده مش هيحصل غير في عالم الاحلام. وكم الاخطاء اللي بتحصل في صناعة المحتوى او الكونتنت اللي الناس كتير منكم بتنزله ده، لان انت ما جربتيش تذاكري، ما جربتيش تخشي تسرشي وتسمعي فيديو واثنين وثلاثة وتقعدي كده ماسكة تليفونك وورقتك وقلمك، يعني مش اقل من 3-4 ساعات في اليوم بتفهمي يعني ايه SEO، ويعني ايه تسويق بالمحتوى، ويعني ايه الكلام ده كله. فالموضوع ابدا مش حظ. يعني لو انتي ما عندكيش استعداد ولو 0.5% ان انتي تاخديه مجال عمل، يعني اللي هو انتي كأنك بتشتغلي في شركة، فانتي قاعدة بتذاكري لها، فانتي قاعدة بتشتغلي لها، فاكيد مش هيظبط معاكي. يعني خلينا نكون واقعيين. انتي واحدة مش عايزة تجتهدي ولا تعملي اي حاجة، ومتخيلة ان انا جبت شوية خرز، ويعني معذرة للجميع ان انا هصورهم صورتين وبس يلا الفلوس تتحرك عليا. اكيد ده مش هيحصل. تصوير الفيديو ما كانش طويل ان انا اجاوب على كل اسئلتكم، بس وعد ان شاء الله هحاول انزله بشكل اسبوعي، فلو عندك سؤال سيبيه واكيد هرد عليه.